ولادي بيقولوا لي إن وصل سعرها ل480 جنيه. يعني ممكن إن أنا أدفع مبلغ زي دوّة في حاجة حلوة. طب ليه ما نعملها في البيت ونوفّر فلوس وفي نفس الوقت تبقى حاجة أنضف وأحسن من برّه؟ إيه رأيكم نجرّب نعملها المكشوفة والّا المكسوفة زي ما بيقولوا عليها؟ الترند اللي طالع السنة دي طبعًا إيه، قُلنا نجرّب كده الترند وكمان نوفّر الفلوس اللي بيقولوا عليها دي ونشوف فعلًا تستاهل والّا لأ. بحاجات بسيطة جدًا هنوفّر فلوس كتير وهنعملها في البيت وهتبقى أنضف كمان من برّه، وحاجة كويسة وحلوة كده للبيت للولاد، وبمكونات بسيطة جدًا. وعملنا الترند اللي نازل السنة دي المكشوفة أو المكسوفة زي ما بيقولوا عليها. تعالوا نجرّب نعملها مع بعض وإن شاء الله تعجبكم. جِبت نُص كيلو كنافة وفرّزته كده في الفريزر، بيّتّه في الفريزر عشان أقدر إيه، أفكّكه يعني أكسّره كده. بُصّوا بقى هافرفته خالص واخلّيه يعني قطع صغيّرة جدًا، ولو ما عملش ممكن تعمليه في الكبّة، بس أنا عملته كده يعني بقى كويس برضه. فرفضته كده وكسّرته لقطع صغيّرة جدًا أهي بُصّوا زي ما أنتم شايفين. وحطيت عليه معلقتين زبدة كده كبار علشان يعني إيه، أدمج الكنافة بالزبدة، ممكن تسيّحي الزبدة وممكن تحطيها كده وتقلّبي بقى وتحمّريها على النار لحد ما يوصل لونها للون الدهبي. أنا هنا كنت هاحطها في الفرن وبعد كده رُحت عملتها بقى إيه، على النار من فوق. لقيت إن هي دي أسهل وأسرع ومش هتاخد وقت كتير، وبس هتقلّبيها كده لحد ما توصلي للون اللي أنتِ عايزاه، اللون الدهبي الجميل دوّة. آآ كل أمّا تتحمّص أكتر كل ما هيبقى طعمها أحلى، وبجد طعمها حلو جدًا، جدًا. وتجربة بجد يعني لو جرّبتيها بجد هتعجبِك. وكمان برّه سعرها غالي جدًا، بجد يعني استغربت من السعر. هنا بقى هاحط إيه، نُص كوباية سُكّر كده معاها، لإن طبعًا إحنا مش هنحط أصلًا سُكّر مع الوصفة كلّها، فهنا ده السُكّر اللي إحنا هنستخدمه. كويس أوي إن الوصفة ما فيهاش سُكّر كتير، لإن طبعًا إحنا عارفين إن في أزمة سُكّر، فدي ساعدتني إن أنا إيه، أوفّر منها يعني. ما استخدمتش فيها سُكّريات كتير. هنا بقى يا دوبك هي النُص كوباية ديّة على الكمية، وكمان أنا ما استخدمتش كمية الكنافة دي كلّها كمان. هنا عملت إيه، حمّرتها كده لحد ما وصل اللون الدهبي اللي إحنا إيه، عايزينه. هنا بقى سِبتها تهدى شوية لحد ما أعمل الجيلي. هنا دي ماكو جيلي من ماي واي اللي هي المجموعة 3 أكياس، أنا أخدت كيسين بس وسِبت التالت. الكيسين دول هاعملهم على نُص كوباية مَيّة مغلية. هاغلي نُص كوباية مَيّة وهادوّبه كويس جدًا، وبعد كده هاضيف نُص كوباية تاني عشان أبرّده يعني. طبعًا ده بنعمله إنجاز للوقت. معلش بقى لو أنا صوتي مش مضبوط، لإن عندي نزلة برد شديدة جدًا، وده اللي كان مخلّيني بصراحة مش بانزّل فيديوهات، لإن صوتي كان رايح خالص. ربنا يصلح حالنا جميعًا يا رب. هنا بقى هادوّب الجيلي وهاعمل هاشغّل النار عليه وهاعمل هادوّبه خالص لحد ما سمكه يتقل شوية، وبعد كده هاطفي عليه وأزوّد نُص كوباية زي ما قُلت لكم. لو وصلتِ معايا لحد هنا بقى ما تنسيش اللايك والكومنت الحلو منِّك، ويا رب كده يجعله شهر خير علينا جميعًا يا رب، ويتقبّل منا صيامنا وتصالح أعمالنا بإذن الله. هنا خلاص كده الجيلي غِلي، وهابتدي بقى إيه، أركنه كده على جنب لحد ما يهدى طبعًا، لإن مش هينفع أحطه وهو سخن، لإن المكونات هيبقى فيها حاجات ساقعة. هاضيف بقى نُص كوباية كده بحيث إن هو يبرد، وكمان سمكه يبقى مضبوط. هاسيبه لمّا يهدى شوية عقبال ما أعمل المكون اللي بعده. هنا بقى جبت نُص كيلو فراولة، هاقطّعه كده ترانشات أو مكعبات حسب ما أنتِ عايزة، حسب مزاجِك اللي يريحِك. هاقطّعه كده بحيث إن إحنا إيه، يبقى جاهز على الإضافة على طول إن إحنا نحطه. شوفي بقى لو عايزة تحطيه في بايركس أو تحطيه في كاسات أو أي حاجة للتقديم اللي أنتِ عايزاه. أنا اخترت اللي هي الكاسات ديّة، حسيت إن شكلها حلو وفي نفس الوقت إيه، بولات كده تبقى كل واحد لوحده. ممكن لو هتعملي في حاجة كبيرة، هي أصلًا الترند نازل إن هي زي صينية كده بايركس تبقى كلّها مع بعض، بس أنا فضّلت كده عشان كل واحد ياكل لوحده كده، تبقى منفصلة يعني ما يبقاش اللي ياكل ويتبقى من التاني وكده، لإن طبعًا مش كلنا بناكله في وقت واحد. هنا بقى جِبت كيس كريم شانتيه وعملته بكوباية مَيّة متلجة،
وكان الجيلي هدي شوية عبال طبعا ما جهزت الحاجات ديت، عبال ما قطعت الفراولة وعملت الجيلي وكده كان الجيلي هدي شوية. هحط بقى كل كاس كده من اللي انا جهزتهم دول، يعني معلقتين 3 كده على حسب الكمية اللي تناسبك من الجيلي، وبعد كده طبقة كنافة من اللي احنا حمصناها مع بعض. بجد الوصفة حلوة جدا، جربوها وإن شاء الله تعجبكم، بجد طعمها حلو جدا جدا. وهي فعلا والله العظيم بجد يعني ازاي انا ما يهونش عليا ان انا ادفع مبلغ كبير كده في حاجة بسيطة انا اقدر اعملها في البيت. وكمان تبقى حاجة نضيفة وكويسة في البيت ان احنا لولادنا. وجبنا عملنا الترند زي ما بيقولوا. اول مرة اعمل الترند في وقته يا رب يكون كويس ويعجبكم ان شاء الله. جربوها بقى وقولي رأيكم. هنا رصيت طبقة الكنافة زي ما قلت لكم، وسويتها كده بحيث ان انا احط فوقها طبقة الكريم شانتيه. الترند بقى مش معمول بكريم شانتيه، معمول بكاستر او مهلبية او كده، بس انا فضلت الكريم شانتيه احسن. وهو نفس الشكل ونفس الطبقات. ان هو طبقة جيلي وطبقة كنافة وطبقة ابيض اللي هي المهلبية او الكاستر. هنا بقى انا عملت الكريم شانتيه، حطيته في الكيس الحلواني كده بحيث ان هو يسهل عليا التوزيع في الكاسات كده على طول سهلة. وبعد كده هسويه بالمعلقة عادي مفيش مشكلة، بس المهم ان انا انجزت يعني ان انا ارص كده الطبقات. هنا سويت كده الطبقات كلها. حطي بقى الكمية المناسبة ليكي واللي هي بقى طعمها اصلا جميل جدا، والمكونات كلها ما شاء الله جميلة قوي. ما تنسوش بقى اللايك وتقولوا لي رأيكم في الوصفة الجديدة والحلوة ديت، وجربوها وإن شاء الله تعجبكم. واللي يجربها بقى يبقى يكتب لي في الكومنتات رأيه. هنا بقى هساوي الكريم شانتيه كده. وهنا هجيب بقى الفراولة اللي احنا قطعناها علشان نرصها كده في فوق الطبقة بتاعت الكريم شانتيه. سويتها كده علشان تبقى متساوية كده، واحنا نحط طبقات الفراولة. قطعت بقى الفراولة كده وحطيتها، سويت طبقة كده فوق الوش. حطي بقى الكمية المناسبة ليكي، هي بصراحة طعمها حلو جدا وكل الطبقات جميلة وما شاء الله يعني بجد حلوة. هنا بقى حطيت كمية حلوة هي متساوية، وهجيب بقى بقية الجيلي احطه فوق الوش. بصوا اصلا ممكن تسيبيها كده، هي شكلها اصلا حلو وجميلة يعني طعمها حلو. بس طبعا لازم نزوقها كده من فوق الوش. هو الترند نزل كده ان الطبقة الأخيرة الجيلي، فقلت بقى اظبطها كده ويا رب ان شاء الله كده تعجبكم. وسبتها في التلاجة لحد بعد الفطار، كانت جميلة جدا. تاكل طبعا ساقعة عشان الجيلي يبقى متماسك كده شوية. هو طبعا لسه هنا ما جمدش يعني وما تمسكش، بس حطيتها بقى في التلاجة بعد الفطار. بصراحة كانت جميلة جدا. يا رب تجربوها بقى وتعجبكم وتقولي رأيكم. بصوا الشكل، بصوا الطبقات جميلة ازاي، كلها ما شاء الله طبقات كده حلوة وطعمها حلو. واما تماسكت كده في التلاجة بقت احلى كمان. بصوا بقى اما طلعتها من التلاجة جميلة متماسكة وجميلة جدا. جربوها بقى وقولي رأيكم وان شاء الله تعجبكم. متنسوش اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.